هو ايه حكايه يوم عاشوراء اللي اهل السنه بيصوموه وبيعملوا فيه طبق حلو، بس اهل الشيعه بيعتبروه يوم حزن وبياكلوا فيه عيش اسود؟ عاشوراء هو العاشر من شهر محرم، وهو يوم حزين عند الشيعه لانه اليوم اللي اتقتل فيه الامام الحسين رضي الله عنه في معركه كربلاء. امال اهل السنه بيصوموا ليه؟ في حديث متفق عليه عن عبد الله بن عباس قال ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حث امته على صيام اليوم ده، لانه اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى نجى فيه سيدنا موسى عليه السلام وقومه من فرعون واتباعه، فصيام اليوم ده بيكون شكر لله. وايه بقى حكايه طبق عاشوراء اللي بيتعمل مخصوص في اليوم ده؟ ده نوع من الحلويات عباره عن قمح ولبن وسكر، بس قصة الطبق ده بتختلف من بلد للتانية. يعني عندك مثلا في تركيا عندهم نفس نوع الحلويات ده، بس لأن عندهم اعتقاد إن النوع ده من الحلويات هو اللي عمله سيدنا نوح عليه السلام لما كان على سفينته وقت الطوفان. عندنا احنا في مصر بقى طبق عاشوراء ده ليه قصة تانية خالص، اتكلم عنها المقريزي في الكتاب بتاعه المواعظ والاعتبار، وقال إنه في عصر الدولة الفاطمية يوم عاشوراء ده بالنسبة لهم كان يوم حزين لأنهم شيعة، وكانوا بيعملوا فيه مائدة اسمها صمات الحزن، بس كانوا بيقدموا عليها أكل بيعبر عن زعلهم زي العدس، أي حاجة مالحة، مخللات، لبن من غير سكر، وعيش متغير لونه يعني مايل للأسود شوية. بعد الدولة الفاطمية جت الدولة الأيوبية، وهنا بقى قرر صلاح الدين الأيوبي إن هو يغير العادات دي خالص، فأمر الطباخين بتوعه إن هم يعملوا النوع ده من الحلويات ويوزعوه على الشعب في اليوم ده، وظهر طبق عاشوراء.